تعالوا بقى النهارده يا بنات نعمل كده القطايف في البيت بطريقه سهله وبسيطه، بكوبايه من الدقيق وكوبايه من الميه هنعمل احلى قطايف سهله وسريعه ومش هتاخد وقت مني خالص. فتعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل بقى كمان قطايف بالشربات وقطايف بالشوكولاته، هنشيص الدنيا النهارده. اول حاجه كده نبدا بالدقيق، هننخله بقى كده نخله حلوه، هننخل كوبايتين من الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحط عليه بقى مكونين وخلاص كده، وهو دي يبقى المقادير بتاعتي. نخلته هنا نخلة كويسة، وبعد كده هحط بقى رشة كده من الملح، وكمان معلقتين صغيرين من السكر، وهحط ربع معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهقلب بقى المكونات كده مع بعض، وهي دي المكونات بتاعتي، مفيش اسهل من كده. وهجيب بقى الخلاط، هنزل بكوبايه من الدقيق قصادها كوبايه من الميه. انا طبعا عشان اول مره اعملها بصراحه، فجربت اول حاجه كوبايه بس، قلت لو نجحت معايا يبقى هنا تمام يعني، فضربتها كده ضربة كويسة، وحطيتها بقى، حطيت المعلقة كده فيها عشان اختبرها، لقيت شديت خط يعني، لقيت الخط ما بيرجعش، يبقى كده قوام العجينة كويس. بس هاخده بقى كده اصفيه وش اخير كده، علشان فيه لو حاجة كده تكتلات او حاجة من الدقيق، فصفيته كده بالصفوية، واغطيه بقى لمدة ربع ساعة الخليط ده، وبعد كده هشتغل فيه. هنا بقى عندي اللي هي بتاعة المقادير دي، المعالق بتاعة المقادير، في مقاسين زي ما انتم شايفين كده قصاد بعض، فانا لقيت الاحمر دي الفوشيا دي كبيرة قوي، فلقيت البرتقاني دي يعني مقاسها كويس، فاشتغلت بيها. حطيت حلة تيفال على البوتاجاز، لو ما عندكيش طاسة حطي حلة تيفال، تكون اهم حاجه بس ما بتلزقش، واهم حاجه تسخن كويس. وتحطي بقى كده زي ما انتم شايفين كده، واول كده ما يبتدي بصوا العجين كده ينشف خالص من على الوش، ما بتقلبيهاش يعني، العجين اول كده ما ينشف من على الوش تحطي تشيلي على طول القطايف. بس كده بصوا شايفينها سهله وما فيهاش اي حاجه خالص. طبعا انا اول مره زي ما قلت لكم اعملها، فطلعت معايا واحده كبيره شويه واحده صغيره شويه، فهي ايه، احنا لسه بنتعلم يعني. فبصوا هقسم كل واحدة كده اتنين، يعني الكبار كنت بقسم كده كل واحدة اتنين، هعملها زي ودن القطة كده، يعني هغير في القطايف شوية، بدل التقليدي اللي احنا على طول بنعمله بنحشيه زبيب وجوز هند وسوداني، فقلت لا اعملها كده ودان قطة كده. والباقي برضو هبرمه كده وهو طري، اهم حاجة البرم ده لو هتعمليه من غير حشو يعني، عشان انا عيالي مش بيحبوا الحشو، فبرمته كده. اهم حاجه لما تبرميه وهي طازه، يعني تكون القطايف لو حتى شارياها تجيبيها وهي طازه تبرميها، او تحطيها في الميكرويف 30 ثانيه كده تطرى معاكي وتبرميها. وهنزل بقى كده في حله غويطه شويه، هحط شويه زيت كده حلوين، وهنزل بقى اول ما يسخن كده بالقطايف بتاعه الصوابع الاول ابتديت بيها، عشان احطها كده في الشربات وتشرب كده من الشربات شويه، عبال ما اخلص النوع التاني بتاع القطايف. شايفينها اهي، واول ما تاخد اللون الذهبي بالطريقة العادية خالص بتاعتنا بننزلها في الشربات، وناخد بقى كده ايه الشرب يعني ايه، تشرب من الشربات كويس قوي، وبعد كده نحطها في طبق وكده خلاص. وننزل بقى بالنوع التاني اللي انا عملته اللي هو ودن قطة ده، وبعد كده هطلعه بقى ايه، شايفين بقى عامل ازاي، بجد حلوة جدا. شايفينها. جيت هنا بقى عندي هنا شوكولاته، سيحتها كده في الميكروويف، حطيت عليها كده ايه معلقه صغيره من الزيت كده عشان يديها لمعه، وسيحتها في الميكروويف على 30 ثانيه. شايفينها عامله ازاي. وجبت شويه جوز هند، بس كده. وهبتدي بقى كده ازين زي ما انا عايزه، ممكن بقى تعمليها شوكولاته بس، ممكن تعمليها شوكولاته وجوز هند اللي انت عايزاه، ممكن برضو تطحني سوداني وتعمليه، تغطسي في الشوكولاته وبعد كده في السوداني اللي انت عايزاه يعني. فده التشكيل ده بتاعك انت بقى. وكمان ممكن يعني تعمليها كلها بالجنب كله شوكولاته والجنب ساده، فحبيت بقى عشان ايه العيال كمان ياكلوها، لولو تاكلها عشان ما بتحبش القطايف، فحبيت اعملها لها كده بالشوكولاته عشان تاكلها. وبصراحه دي مرضتش اسقيها في الشربات علشان تبقى مقرمشه كده وحلوه يعني، يبقى واحده طريه وواحده مقرمشه. وده بقى كان شكلها النهائي، كانت حلوه قوي، وطعمها كمان عايزه اقول لكم كان حلو قوي بالشوكولاته، اي حاجه بالشوكولاته بتبقى حلوه. فده كان كده فيديو النهارده سهل وبسيط وما فيش اي حاجه، جربيها، كلنا بنجرب وكلنا بنتعلم، ما فيش اي مشكله خالص. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.